مشاهدينا رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ودلوقتي ميعادنا مع فقرتنا التانية هنتكلم فيها معاكم عن مشاكل البشرة. بما اننا في الصيف دايما بنتعرض كتير قوي لمشاكل البشرة والشعر كمان، والشمس بقى والرطوبة والحرارة وكل ده بيأثر على بشرتنا وعلى شعرنا. هنعرف معاكم اكتر عن ازاي نتفادى كل المشاكل دي خصوصا في فترة الصيف من ضيفتنا استاذة ندى الهمشري، خبيرة التجميل بالاروما ثيرابي. ازيك يا ندى؟ الحمد لله الحمد لله تمام. احنا طبعا مشكلة صعبة جدا. اه احنا سيزون الشهرين دول بالذات بالظبط. هو موسم المصايف، وللأسف الناس بترجع بقى بمشاكل فظيعة، يعني بيفرحوا الأسبوع بتاع المصيف ويرجعوا يزعلوا بقية ايوه. السنة. فهنقول حبة حاجات. نبتدي بشرة ولا شعر؟ طيب قبل ما نبتدي ده وده يا ندى، عايزين بس يعني انت اول حد يشتغل بالاروما ثيرابي، اه، فعايزينك بس تعرفينا يعني ايه الأروما ثيرابي هو علم العلاج بالزيوت العطرية، تمام. وده علم كبير جدا ومش علم مستحدث، هو علم قديم مذكور في البرديات المصرية القديمة وفي الطب الشعب الصيني كمان. امم. فهو علم قديم مش علم مستحدث، وفي أقسام كتير جدا، في منها الحاجات العلاجية ودي بيتخصص فيها الأطباء، لازم يكون خريج طب، اللي بيعمل بلند يتاخد عن طريق الفم تمام. للعلاج ده بالزيوت العطرية. الزيوت العطرية مش البرفم، مش الروايح بتاعت ايوه ايوه البرفم. اه. الزيوت العطريه اللي هو كل ما هو مستخلص بطريقه طبيعيه صحيه على البارد طبعا او بالتقطير من النباتات العطريه زي الروزماري، زي النعناع، زي شجره الشاي، زي القرفه، الى اخره بقى. الحاجات دي كلها انا اه. تخصصي تجميلي خارجي. تمام. طيب نبتدي بقى بمشاكل البشره بما انها كتيره ودايما بنتعرض ليها في الصيف بالذات. تمام، احنا هنقول حبه حاجات لو عملناها هنرجع من المصيف او نقضي الصيف عموما من ماشي، غير حاجات مشاكل. بسيطه من غير مشاكل. تمام. ونطلع بشرتنا منوره وحلوه خالص. تمام. اول حاجه صن بلوك. الصن بلوك ده اساسي معانا طول الصيف، سواء انا في المصيف او في الصيف عموما، وهنتكلم اه في المصيف كمان زياده. تمام. الصن بلوك عموما وانا بجيبه ليه حبه مواصفات بسيطه كده اللي انا هي اعرفه ايا كان، عشان انا اعرف اللي انا بجيبه ده تمام معايا ولا لا. اول حاجه ان هو يكون معامل الحمايه بتاعه مكتوب عليه بلس 50. تمام. عشان بيبقى فيه براندات مضروبه فبيبقى مكتوب عليها 100 معامل حمايه 100، وده اه دليل ان هو اصلا مضروب، لان مفيش حاجه على وجه الكوكب بتدي حمايه 100% لا للبشره ولا للشعر. تمام. هو اقصى حمايه البلس 50. امم. فاحنا بنجيب اللي هو البلس 50. تاني حاجه يكون طبيعي، يكون صن بلوك طبيعي غني بمرطبات ومكونات طبيعيه، ما يكونش كيميائي، عشان بدل يعني مش احمي بشرتي واضرها، لا انا احمي بشرتي واغذيها. تمام. فالحاجات دي مهمه جدا في مواصفات الصن بلوك وانا بشتريه. تاني حاجه ان الصن بلوك بيتحط ليه طريقه بقى في الحط. يعني انا اشتريت الصن بلوك بمواصفات كويسه، اه احطه ازاي بقى عشان اخد الحمايه البلس 50 دي؟ اه. ليه طريقه معينه، مش هحطه وخلاص وانزل، لا. اول حاجه لازم احط كميه مناسبه، يعني بلاش الري بالتنقيط، عشان بشوف ناس بياخدوا الصن بلوك ايوه. يعملوا كده، لا هو احنا ما بنحطش فاونديشن، لا احنا بنحط صن بلوك عشان يحمي البشره. تمام. فبحط كميه مناسبه على بشرتي وابتدي ادلك كويس البشره لحد ما تشرب، وحيث ان هي عملت كفر كويس تمام. وترطبت كويس بالصن بلوك بتاعي. واهم حاجه بقى ان انا اكرره كل ساعتين عشان اخد نفس الحمايه. يعني فكره ان انا احطه وانا نازله من الشاليه بتاعي او وانا خلاص خارجه على من كده. البيت وخلاص واقضي بقيه يومي، ده تريح ضمير. ده عشان احلف ان انا حطيت صن بلوك، انما فعليا انا ما عملتش اي واجب مع بشرتي اه خالص، لا يعني انا كده عشان احلف انا حطيت لك صن بلوك، انما هي البشره ما استفادتش بحاجه. هي تاخد الحمايه في اول ساعتين فقط، وبعد كده البشره هتتضرر جدا. اه. في حاجه مهمه جدا لما باجي اكرر الصن بلوك كل ساعتين. انا نزلت البحر او نزلت حمام السباحه وطلعت عشان اكرر الصن بلوك بتاعي، ما ينفعش اكرر الصن بلوك بتاعي على البشره وفيها عليها ميه بحر او الميه بتاعت حمام السباحه. على الاقل خالص اكيد معانا ازازه ميه واحنا على البحر، اخد ميه اشطف وشي بس بشويه ميه وانا اشطفه واكرر الصن بلوك تاني. يعني الصن تمام. بلوك ما ينفعش يتكرر على بشره عرقانه ولا عليها من طالعه من البحر او او طالعه ميه من ميه لازم مالحه تكون يعني. نظيفه، لازم اه البشره تكون نظيفه. اه. واقرر عليها صن بلوك. والناس في المصايف اللي بيحطوا على جسمهم صن بلوك برضه نفس الحكايه، عشان كده لازم في دش على على البيتش. اه اه. اشطف جسمي الاول وانشفه واكرر الصن بلوك تاني وانزل بلبطه بحكه لحد ما الشمس تروح. تمام. فده لو احنا عملنا الحاجات ديت لبشرتنا حاجات بسيطه جدا، يبقى احنا كده كل ده شرحنا خطوه الصن بلوك. طب انا خلصت يومي وروحت هعمل اه ايه؟ هغسل بشرتي بصابونه طبيعيه او غسول كريمي يكون غني بمرطبات عاليه.
تمام. اوكي، عشان في ناس بتقول الصيف مش محتاج مرطبات، بالعكس الصيف محتاج مرطبات قويه جدا عشان تعالج اثار الشمس والرطوبه والجو بتاعها. فبغسل وشي بحاجه فيها نسبه ترطيب عالي، بعد كده احط افتر سان. الافتر سان ده منتج بقى معروف، في منه براندات كتيره، بس برضه اختار براند يكون فيه مستخلصات طبيعيه كتير، زي الخيار، زي العسل، زي حليب جوز الهند، الحاجات الجل، الالوفيرا، الحاجات دي كلها. ماشي، فاختار افتر سان واستخدمه ساقع ايا كان البراند. ساقع على بشرتي. تمام. يعني انا غسلت بشرتي ونشفتها، لما روحت اروح حاطه الافتر سان. بعد ما حطيت الافتر سان هرطب بشرتي. لو احنا لسه بالنهار هرطب بالصن بلوك بتاعي تاني، مش هتشتري مش هخليكي تشتري منتجات كتير. تمام. هرطب لو احنا لسه نهار ربنا طالع. طب لو احنا بالليل هرطب بزبده شيا عادي. احنا جايبين معانا هنا. ايوه ورينا بقى الحاجات دي اهي. تمام. مش عارفه احطها ازاي. دي زبده الشيا العادي. تمام. اوكي اهي. دي عادي خام يعني. خام. دي خام، زبده شيا خام. بناخد منها حاجه بسيطه خالص. تمام. قد كده، وابتدي احطها على كف ايدي وارطب وشي. بس ده لو انا هرطب ليلي، لان دي تعمل تغذيه وتفتيح للبشره. بس لازم بالليل. نخليها بالليل، ما انزلش يعني. لا، ما انزلش بيها في الشمس خالص. تمام. بس انا الخطوات البسيطه اللي قلناها دي لو مشينا عليها بس طول الصيف بشرتنا هتبقى زي الفل. ولو رحنا المصيف هنرجع بشرتنا جميله ما فيهاش حروق. ولان كمان الشمس مش بس ان هي بتغمق، لا الشمس كمان ممكن تطلع حبوب خاصه للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. اكيد. في حاجه مهمه قوي بقى لازم نقولها. اتفضلي. البنات في المصيف بتفرح قوي، الله ده انا وشي حمار. تفرح قوي بالحمار خدت تان وكده. وخدت تان وانا مبسوطه قوي كده. ما تفرحوش. ليه بقى؟ لان الحمار ده هيقلب بغمقان. وفي حالات كتير بتقلب بحبوب وبقع. تحس ان البشره بطشت كده. يعني كل حته بلون. تمام. بقى لونها مش موحد. ماشي، فهي انت هو هتاخد منك اول يوم تاني يوم بالكتير، وبعد كده هيبتدي يظهر. فعشان كده اخر الحلقه هنعمل وصفه رهيبه. مهما حصل في بشرتك هتحطيها بالليل، هتصحي الصبح حلو ولا أوي. كاننا عملنا اي حاجه وحشه في بشرتنا. تمام. هنعملها اخر الفقره ان شاء الله. تمام. طيب قولي لنا بقى ده ايه الحاجات اللي معانا؟ ما الحاجات ديت اللي احنا هنعمل بيها الوصفه. طيب عشان نخلي الناس يتفرجوا للاخر. طيب خلاص تمام. ايه بقى الاخطاء اللي الناس بتعملها عموما بتخليهم يتعرضوا للمشاكل دي؟ احنا هنقول حبه اخطاء، وبعد كده نقول كمان كام تكايه كده للشعر. تمام. لان الشعر كمان بيحتاج حمايه. لما بننزل الناس بيفتكروا ان الحمايه للبشره بس. لا، في كمان حمايه للشعر. نقول الاخطاء الاول. تمام. الاخطاء اول حاجه ان في ناس كتير هتقول لي انا بروح اصيف بس انا ماليش دعوه بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده خالص. انا بروح كده اروق نفسي، بقعد تحت الشمسيه ومعايا الميه بتاعتي، الحاجه الساقعه، عصير، وبقعد استجم. ماليش دعوه بقى لا حمايه شعر ولا بشره ولا الكلام ده كله. غلط. لا، انت معانا في الليله. انت جوه الموضوع. لان الرمله بتعكس اصلا الاشعه الفوق البنفسجيه. تمام. فلما بتعكس الاشعه الفوق البنفسجيه مع الرطوبه بتاعه الجو، بشرتك وشعرك هيتضروا. فانت معانا جوه. فانت هتتبعي نفس الموضوع، وتحطي الصن بلوك وتكرريه، وتحطي سيرم حراري على شعرك لو انت نازله عشان يحمي الشعر من الشمس والرطوبه. تمام. دي اول واحده. تاني حاجه البنات اللي بينزلوا بفول ميك اب على البيتش، على البحر. تعالوا لي بقى. احنا رايحين عشان احنا ننبسط وروحنا كده تفرح. فيا ريت نفرح بشرتنا معانا، ما ناذيهاش. لان انا لما بحط مواد كيميائيه ايا كان البراند اللي انت بتستخدميه وحاطين مواد كيميائيه على البشره، تقولي لا اصل انا بحط فاونديشن خفيف قوي كده. ما هو الخفيف ده برضه هو هيضر بشرتك وهيعمل مسام واسعه ويعمل حبوب ويعمل غمقان، ونرجع نقول انا بشرتي بقت عامله كده ليه. وفي ناس بيوصل معاها الموضوع ان هي بشرتها بتتحول من نوع لنوع بسبب اهمال الجزء ده. تمام. طيب ايه الوصفات بقى ده، عشان احنا وقتنا خلص او قرب يخلص، فاحنا عايزين بس نعرف الناس ايه الوصفات اللي ممكن نعملها علشان الوصفه بسيطه جدا جدا. ان احنا بالليل قبل ما هننام هناخد زبده شيا عاجي. تمام. اوكي. اللي هي الخام. الخام لازم تكون خام بيور. الخامات اهم حاجه ان هي تكون خامات موثوق فيها، مش مخلوطه خالص باي شيء. تمام. وبناخد منها حاجه بسيطه جدا حجم الحموصه. يعني احنا ممكن هعمل كده، هحط على ايدي بقى ده عشان الناس تشوف. تمام اهو. حاجه بسيطه قوي. حاجه بسيطه جدا. وهجيب زيت فول السوداني. اوكي. لان ده بيعالج اي حروق موجوده في البشره. حط منه نقطه واحده بس. الزيوت اللي انا هعملها دي نقطه واحده. تمام.
اوكي انت كده حطيتي؟ كده تمام. حطيت. ما هي زيوت الأروما اللي هي دي بتبقى- ميزتها تمام. ان هي بتكون مركزه قوي، فانا مش محتاجه ان انا احط منها كميه كبيره. اوكي. زيت شجره الشاي تمام. هحط برده منه نقطه واحده بس. شجره الشاي كمان بينظم انتاج افراز الدهون في البشره. وبعد كده زيت البابونج ودوت فيه كورتيزون طبيعي، فلو في اي التهاب حصل في البشره بيرد على طول. بحط برده منه نقطه. ومعانا اخر حاجه زيت جوز الهند، ويكون طبعا بيور. يعني الازازه مش راضيه تفتح فعموما يعني هنحط نقطه. مش هنعتبر ان احنا هنعتبر ان احنا حطيناها. وهنعمل كده، وهبتدي ان انا ارطب بشرتي واعمل مساج للبشره. واصلا انا لو جربت دلوقتي على ايدي هتحسي ان الدنيا اصلا اختلفت. هنصحى الصبح بقى مفيش اي بقع في البشره، اي التهابات هتروح، حسيتي ان بشرتك حرقاكي الحرقان ده هينتهي. كل الحاجات دي هتخلص بالوصفه دي، ان احنا هنحطها بالليل قبل ما ننام. طب احنا ممكن بقى ندى يعني يتعملوا خلطه ميكس كده مع بعض تبقى جاهزه، ولا لازم نقعد كل لو عايزه مرة تعمليها خلطه على بعضيها جاهزه هنحطها في علبه مقفوله وتتعان في الثلاجه، وتعملي خلطه تكفيكي اسبوع واحد مش اكتر. يعني ما ينفعش اكتر ما من تعمليش كده منها كميه وتقعد على بعضها عشان ناخد الايفكت بتاعها مظبوط. لكن الاحسن ان هي كل مره نحطهم على بعض. الافضل ما خدتش مننا وقت اهو في الحلقه، ما خدتش وقت خالص. طب احنا قلنا زيت فول سوداني وزيت زيت فول سوداني والبابونج وشجره الشاي وجوز الهند مع الشيا العاجي الخام. تمام. والزيوت طبعا تكون زيوت اروما ثيرابي، يعني زيوت بتاعت اروما، زيوت جودتها عاليه، دي اهم حاجه. دي الوصفه دي بقى بنحطها في اي وقت؟ اي وقت، صيف شتاء، بشرتي حسيت ان انا عملت فيها اي مصيبه وهي زعلانه مني، اعمل الوصفه دي واحطها قبل ما انام على بشره نظيفه. لان في ناس كمان مع المشاكل اللي احنا بنقولها دي ندى بتتعرض لان هي بشرتها بتبقى جافه كمان. ما هو ده بيعمل ترطيب وتغذيه عميقه جدا للبشره، وفي نفس الوقت بيعمل تفتيح امن. في حاجات برضو من الحاجات الخطر اللي البنات بتعملها في الصيف وفي المصيف، ان هي بتحط كريمات تفتيح فيها فيتامين سي على البشره، وده بيزود الالتهابات، فمحدش يعمل العمله دي خالص. طب يتحط امتى ولا ما يتحطش ما اصلا لوحده؟ يتحطش طول ما انا في المصيف وبتعرض للشمس كل يوم والكلام ده، لا، لازم البشره تكون رايقه خالص، ما فيهاش اي نسبه التهاب عشان استخدم كريمات تفتيح او منتجات تفتيح في العموم. تمام. طيب دي نصيحه هايله دي يا ندى، يعني كتير من البنات ممكن ما تكونش عارفاها فعلا، لان بيبقى سهل ان هم يستخدموا الفيتامين سي ده على طول على البشره كده وخلاص. لا، ساعتها هيجيب معاكي نتيجه عكسيه. هقول حاجه بسيطه بسرعه للشعر. الشعر ليه حمايه، الحمايه بتاعته ان انا بستخدم زبده شيا بس الصفراء اهي. اوكي. زبده شيا خام بس الصفراء، بدلك بيها خصله من شعري، وبعد كده بلبس الكاب بتاع السباحه. ويا ريت يكون ووتر بروف طبعا، عشان في منه انواع كتير، يعني مقاوم للميه مش اكتر من كده. ماشي. عشان اخد الحمايه بتاعت شعري، ولما ارجع اغسل بشامبو ما يكونش فيه مواد كيميائيه عاليه، يكون فيه مرطبات عاليه، يكون خالي من كلوريد الصوديوم والسلفات. وبعد كده استخدم حمام كريم، وبعد كده اسرح بفرشه خشب، احط كريم تصفيف مناسب لشعري، بس يكون فيه مواد طبيعيه عاليه الترطيب. تمام. ساعتها هرجع من المصيف شعري جميل كاني ما صيفتش، مفيش اي مشاكل خالص. هايل، ده كلام جميل قوي يا ندى، يعني اكيد كل البنات مهتمه انها تعرف النصايح الجميله دي. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. مشاهدينا زي ما شفتوا دي كانت حلقتنا، نشوفكم في يوم جديد وحلقه جديده وهي